نتوقع أنه المواجهة باش تكون قوية ضد المغرب. المباراة باش تكون صعيبة علينا، خصوصا كي تلعب كضيف وتأثير الأجواء في الملعب على المقابلة. هذه أهم تصريحات أليكس تيليس اللي قال أن مواجهة المنتخب المغربي ستكون صعبة يا كابتن في المغرب. بالطبيعة صعبة، المغرب أصبح رقم صعب. المغرب كما قلت في كلامي سابقا إلى ديكومبلكسي تو الموند، إلى ديكومبلكسي لي فابل، مي ولاو حتى الاقوياء يخافوا منهم. حل الشفره يا كابتن. يا ودي مش حل الشفره يا ودي، راهو دومي فينال كوب دي موند، اسكو فو رياليزي ان بو، راهو نصف نهائي كاس العالم وكان مش لوريس منع زويز كل راهي الحكايه وفات الحكايه، راهي المغرب في الفينال. معناها تصور انت مش حلم، اكثر من حلم هذا معناها تصور حقق الحلم اكيد. دونك معناها اكتسبت احترام الجميع، اكتسبت احترام الاقوياء والكبار، لا اكثر ولا اقل. كما خاطر الميدان هذايا نتاع كبار، المغرب اصبحت من الكبار. كما مرة تكلمنا عن الناتاسيون، قلت على الحفناوي قلت لك قد اقتحم ميدان الكبار، حتى حد يدخل له، كان لي زوستراليان لي زاميريكان لي كنديان شويه فرنسيس شويه وقت تشوف الحفناوي اقتحم هذا الميدان، برافو بولوي. نفس الشيء ولو انا مش قار، نفس الشيء زاد اقتحمت الميدان الكبار، هي توا في لا كور دي جران. لو ماروك اي دون لا كور دي جران. حتى كابتن فينيسيوس لاعب الريال وجه رساله للمغاربه، نشر الصوره على وسائل التواصل الاجتماعي نجموا نشوفوها، اللي يسمعوا فينا على لي فريكونس بتاعنا نجموا يدخلوا يشوفوا في الباج راديو اف ام، الباج اف ام سبور. قال مرحبا يا المغرب، هذا فينيسيوس جونيور بالعربيه. كتبوها له ينجم كتبوها له، لكن الحقيقه كابتن المغرب يثير الاعجاب، يثير اعجاب جميع نجوم العالم، خاصه مركب محمد السادس. معنا شنو قالوا عليه الناس كله، الانفراستركتور الموجوده غادي محمد. بالضبط امين، باش تكون ماتش دو 40 غالا هكتار ولا 50 هكتار بالضبط، ماتش دو غالا معناها انترناسيونال تساكر في دقيقه وفيه اللي قلت غاليين معناها مارشي نوار، تو الغاليين في المارشي نوار على الغاليين، فهمت؟ دونك ماتش باش يكون ناجح سورتو لي بلان، معناها على المستوى الرياضي، على مستوى الماركتينغ، على مستوى التسويق لصوره المغرب. المغرب تو يتقرا لها 1000 حساب في الكره العالميه، اي ادفرسير باش يلعب ضد المغرب حتى من معناها البلدان العريقه نتاع كره القدم باش تقرا له 1000 حساب قبل ما تلعب له، خاطر لي ماتش هذوما يتحسبوا في كلاسمون فيفا، ونعرفوا من بعد كلاسمون فيفا ديما عنده امبورطونس كو سوا في دي تيراج وسور ولا في دي كاليفيكاسيون. هذه المباراه عندها اهميه كبيره، هو عيد الاستقلال اولا، ثانيا هو اول مباراه بعد كاس العالم، ولهذا السبب قريت كيلكو بار اللي فما مليون دومون تاع مليون محب يحب يتفرج في المباراه، باش يوريك ان المباراه ستكون احتفاليه احتفاليه اكثر بعناصر المغرب، و100% مش نشوفوا مباراه. اليوم امين معناها جيست تحسب برشا لليكيب ناسيونال المغرب، وليد رقراقي اللي عنده افكار كبيره معناها على مستوى جيستيون ديكيب وعلى مستوى ليماج تاع ليكيب تاع المغرب. زاروا سجن في مدينه مراكش المنتخب المغربي بمناسبه رمضان. بالضبط، بمناسبه رمضان. كابتن في المغرب 18 نوفمبر، هذا شوف 18 نوفمبر فما عيد العرش يا خويا، ما لا هاو انا دخلت 18 نوفمبر كابتن، 18 نوفمبر حكينا فيه المره اللي فاتت، وصلحوا لك اشقائنا المغاربه. والله اشقائنا المغاربه بربي يقولوا لي كان غلط، تقولوا لي غلط كابتن. باهي اخر اخبار في الليغان، فماش تعليمات كيف في البريمير ليج بمنح اللاعبين راحه خلال المباريات للافطار خلال شهر رمضان، هذا اخر خبر. على الرغم انه اللاعبين المسلمين اكثر في فرنسا. به شكرا ليك محمد، شكرا ليك خالد، ميرسي توت ليكيب. احنا نتقابلوا غدوه نفس التوقيت من 9 ل 10، شويه بوزه وشويه سمسه يا كابتن، ولا تسمعوا بيا الزرجي في بيك تايم ابارتير من 10. باي باي.